مفيش أي عذر لفشلك غيرك. أيوه زي ما بتسمع. حتى وهقولها في بداية الفيديو، لو كانت المشكلة بره ايدك برضه مفيش عذر لفشلك غيرك. هحكي لكم كده قصة بسيطة وعايزك تستوعب منها انا ليه بقول لك حاجة زي كده، وبالذات لو المشكلة بره ايدك. اللي قدامك ده كان فاشل في كل حاجة، بمعنى كل حاجة، تعليميا، دينيا، اجتماعيا، صحيا، كل حاجة فعليا. ورغم فشلي في كل حاجة، هوب جالي مرض السكر من النوع الأول. مرض مزمن هيفضل معايا لحد ما أموت، مش مجرد فترة وهيروح زي ما كانت الناس بتقول لي سنة اتنين. لا، أنا مصاب بقالي 6 سنين ولسه باخد أنسولين لحد دلوقتي اللي بكلمك فيه. بدأت بقى إن أنا أكون عايش في شفقة إن المرض ده أنا ماليش تحكم فيه. يعني مش أنا اللي جبته لنفسي، ولا أكل مسؤول عنه، ولا أي حاجة، ولا نوم، ولا تمرين. الموضوع ملكش يد فيه خالص. فعشتها بقى في شفقة، باكل اللي أنا عاوزه وبعمل اللي أنا عاوزه. خلاص الموضوع مش بإيدي، أنا شوية وهموت. وسمعت كمان ناس بتقول إن اللي يجيله مرض زي ده بيموت بسرعة. فعشت في شفقة بقى على نفسي، مش بعمل أي حاجة توصلني إن أنا أكون إنسان أفضل. ليه؟ لأن أنا حاطط الشماعة إن أنا عندي مرض السكر، فكل حاجة هتقف في وشي وكل حاجة هتدمرني. وبسمع الأغاني بقى ومش عارف إيه، الحمد لله على الفقر والجدعنة. وبسمع بقى الأغاني التعبانة نفسيا اللي الشباب بيسمعوها الأيام دي. إجت بقى نقطة غيرت كل الموازين دي. الحمد لله تعرفت على الجيم، تعرفت على التمرين، وتعرفت قد ايه ان اسلوب الحياه فعلا لما الشخص يكون عنده اسلوب حياه وروتين الموضوع بيكون جميل جدا جدا. لما تعرفت على الحاجه دي دخلت فيها وادمنتها، ولحد دلوقتي مدمنها، وظبطت حياتي بنسبه الحمد لله 100% باللي يرضيني، وقلبت حياتي راسا عن عقب. وبالنسبه لمرض السكر اكيد لم اشفى منه، لكن الحمد لله ظبطته وعن طريقي من غير دكتور. وعملت كورس اكتر من 30 شخص اشتروه بساعدهم فيه ان هم يحسنوا حياتهم مع مرض السكر. مش بديل طبي لان انا مش دكتور، انا بتكلم عن كل اللي اعرفه عن مرض السكر، وبقدم التدريب وساعدتهم ان هم يحسنوا شكل جسمهم وحياتهم مع مرض السكر. فانت متخيل لما انا بعدت عن دور الخسران وبعدت عن دور ان كل الناس السبب الا انا، ايه اللي حصل؟ المرض اللي عندي ساعدني ان هو يدخل لي فلوس بفضل الله قبل اي حاجه. وكمان مش ان هو يدخل لي فلوس، ده حياتي كلها تكون مظبوطه بسبب المرض ده. فانت متخيل فن تحويل الهزيمه للنصر؟ كل السر للكلام اللي انا قلته لك ده هو حاجه واحده، ان انت تحط اللوم على نفسك انت. ما تحطش اللوم على اي ظروف خارجيه، ما تحطش اللوم على الدوله، ما تحطش اللوم على الاسعار المرتفعه، ما تحطش اللوم على اهلك، ما تحطش اللوم على اي حد. حط اللوم على نفسك انت. هتقول لي طب في مشكلة انا مش عارف احلها، زي انا دلوقتي في مشاكل عندي ملهاش حل. ايه الحل اللي ممكن يكون في ايدي؟ زي مثلا كشخص عايز ينجح على اليوتيوب، زي انا دلوقتي، انا واحد بنزل فيديو طويل مثلا في الاسبوع، فيديو واحد ما جابش معايا مشاهدات، المشاهدات مش بتزيد، وانا نوعا ما اقدر اعمل اكتر وبحب الشيء ده. هعمل ايه؟ هنزل فيديو طويل كل يوم حتى لو الخوارزميات بيقولوا ان الشيء ده مش صح 100%. التمرين نفس الكلام، لو انا واحد بتمرن 3 ايام في الاسبوع ومش شايف نتيجه كويسه، انا بايدي ان انا اغير الفعل اللي بفعله فهيشوف نتيجه افضل. نفس الكلام للمعلومات، نفس الكلام للشغل، نفس الكلام لكل حاجه. وانا عارف ان شخص هيجي لي احنا بنكون ماشيين في طريقنا في نصايب بتيجي احنا ما عملناش اي حاجه فيها، زي مرض السكر اللي جالي. بكل بساطه، طالما انت مالكش يد وقريب من ربنا قبل اي حاجه، اعرف ان دي بركه متقنعه ربنا باعتها لك علشان فعلا يختبر هل انت تستحق ولا لا. والمشكله دي جايه تساعدك بنسبه 1,000,000%، لان ربنا عارف كل نفس ايه وسعها. يعني لو شخص جاله مرض خطير زي سرطان، ربنا عارف ان هو يستحمل حاجه زي كده. لو شخص جاله مرض زي السكر اللي جالي، ربنا عارف ان هو يستحمل حاجه زي كده. فافهم ان في حد مسير الامور. الموضوع مش كله بايدك، بس انت لو اخدت بالاسباب باذن المولى تعالى هتغير حياتك. ربنا امرك تاخد بالاسباب، كله بايديه. انت عليك السعي، لان ربنا امرك بالسعي، مش عليك النتيجه بس عليك السعي. ودي الناس اللي بتغفلها. هتقول لي الرزق متوزع، انا هقعد واستنى رزقي؟ انت مش عارف رزقك فين، ومش عارف ايه اللي هتختاره. ربنا ما اجبركش انك تختار، انت اللي بتختار، لكن ربنا عارف اختيارك اللي انت هتختاره، انما هو ما اختارلكش. لان لو هو اختار لك كده مش هيبقى فيه جنه ونار. استوعب، لان الموضوع ده اغلب الناس فاهمها غلط. ربنا مش ظلام للعبيد. فيديو مش طويل ولا اتكلمت في تفاصيل كتير، لكن انا جاي اقول لك يا باشا حط اللوم على نفسك. اقعد مع نفسك ورقه وقلم،
ابدأ حل مشاكلك. ارتفاع هرمون الكورتيزول عندك، وان التستوستيرون عندك قليل، وان انت حاسس ان ما عندكش طاقة، وان انت مخنوق ودايما بتحاسب نفسك ودايما عايش في الماضي ودايما عايش في الحاضر. وقف الحلقة الجحيمية اللي انت عايش فيها، واقعد مع نفسك شوف ايه الطريقة اللي ممكن تحل بيها المشاكل اللي عندك. بلاش تهرب منها. ورقة وقلم، تعالى في مكان هادي، شغل موسيقى هادية او اقعد في مكان هادي، اكتب المشكلة، اكتب ازاي ممكن احلها، اكتب كل المشاكل اللي عندك وتعالى جنب كل مشكلة واكتب ازاي ممكن تتحل باسرع وقت ممكن وبافضل طريقة ممكنة. ومش لازم تكون تتحل بسرعة، المهم ان هي تتحل. واستوعب ان المشكلة منك انت، المشكلة مش من حد تاني، لان حتى لو المشكلة من حد تاني مش منك انت، بكل بساطة انت كده مستحيل تحل المشكلة. فحط اللوم على نفسك علشان تلاقي حلول. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. ولو انت حابب تحجز معايا مكالمة اساعدك فيها في مشكلة بتعاني منها كشاب، او لو انت مريض سكر وحابب تاخد الكورس اللي بيساعد مرضى السكر، او لو انت شاب وحابب تحسن شكل جسمك وتحسن حياتك، دوس على اول لينك تحت في الديسكريبشن، ابعت لي رسالة وهساعدك بالخدمة المناسبة ليك. وبإذن الله أساعدك إنك توصل لهدفك وحياتك تكون أفضل، لأن أنا هدف إن أنت تكون أفضل. وبس كده، سلام.